السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا طريقة عمل العجمية بتاعة الكحك. في اي مناسبة بقى، مش شرط العيد بس، ممكن نجهزها ونعمل بيها. عندنا افراح، عندنا مناسبات، هنعمل شوية كحك كده على السريع. يلا بينا يا حبايب قلبي نشوف الطريقة اتعملت ازاي بتاعة عمل العجمية. بس ما تنسيش حطي لايك قبل ما تتفرجي على الفيديو علشان الفيديو يترفع لأكبر عدد من المشاهدين ويتشاف بكمية كبيرة ان شاء الله يا حبايب قلبي. يلا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة العجمية اللي هي بتاعة الكحك. طبعا انا مطلوب مني اوردر كحك، فانا هعمل العجمية قدامكم النهاردة عشان تشوفوها بتتعمل ازاي. المكونات بتاعتها يا حبايبي هي سمنة بلدي، معايا سمسم، كوباية من السمسم، معايا عسل نحل، معايا دقيق. طب ما فيش عسل نحل هقول لكم البديل بتاعه، هتعملوا ميه بسكر، بس هو يفضل عسل نحل هتبقى احلى. هنسمي بسم الله وهننزل كده بالكوبايات الزبده بتاعتنا. المتاح عندك بقى طاسه زي ديت كده او صينيه ألمونيا زي ديت. انا فضلت صينيه ألمونيا عشان اقلب فيها براحتي. وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم بكميه الدقيق بتاعتي. طبعا تكون السمنه بتاعتي سخنه. بعد كده 3 معالق، 7، 9، 10. نزلت ب10 معالق من الدقيق. عايزه تزودي زودي مفيش مشكله، براحتك على حسب الكميه اللي انت هتحتاجيها. طبعا هتقلبي كده الدقيق بتاعنا في السمنه كويس لحد ما ياخد اللون البني. لو الدقيق بتاعك يحتاج سمنه تاني هتحطيله زي كده مثلا. اول ما يقفش عارف ان هو عيار سمنه. انا نزلت بكبشه تاني من الزبده كده عليه. طبعا انتوا بتزودوا يا حبايبي عشان في المرحله دي انا بنزل بكوبايه السمسم علشان تاخد تحميصه مع الدقيق. طريقه عمل العجميه دي يا حبايب قلبي بتاعت الكحك. طبعا انا ما كنتش نزلتها في العيد عشان خاطر انا ما كملتش سلسله مخبوزات الكحك والبسكويت لاني كنت تعبانه. فهبدا ان شاء الله كده ايه انزلها معاكم واحده واحده الطرق كلها علشان خاطر ايه نوصلوا او تحتاجوا طرق العمايل. وبعدين الكحك والبسكوت بتعملوا في اي وقت، مش شرط يعني العيد بس. شايفين ما شاء الله الدقيق مع السمسم يتحمروا كده لون حلو. انا هبدا في الوقت دوت هنزل بالعسل بتاعي بعد ما خدت اللون البني اللي انتوا شايفينه ده. بني فاتح مش بني غامق يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي انا في الوقت دوت هبدا انزل بالعسل. بصوا شايفين ما شاء الله نزلت كميه العسل وايدي فيها بقى ما تسيبهاش. ما تسيبيش العجميه بتاعتك علشان ما تكتلش، لازم تقلبيها كده وتفضل ايدك فيها لحد ما تدينا القوام بتاعنا الحلو ده اللي هوريهولك دلوقتي. ايدك فيها ما تسيبهاش علشان ما تكلكعش منك. انا كده في الوقت دوت هبدا اقفل عليها النار. هي يبان ان هي مش متماسكه لكن هي بتتماسك بعد كده. انا في الوقت ده يا حبايبي بنزل عليها بورقتين من الفانيليا بعد ما بكون بطفيت عليها. ريحه الفانيليا يا حبايبي بتعزز من طعمها خالص وبتديلها ريحه جميله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. انا هستنى عليها طبعا لما تبرد وهبدا اكورها معاكم بعد ما تبرد خالص. اوعي تلمسيها وهي سخنه كده علشان ما تلهلبلكيش ايدك. اعملي معروف. دي ما شاء الله طريقه عمل العجميه اللي بتحشي بيها الكحك بتاعنا القمر. هنا بقى يا حبايب قلبي انا فضيتها كده في صينيه كبيره علشان اديها فرصه انها تبرد، وبعد ما تبرد هبدا اشكلها باذن الله. بصوا يا حبايبي ما شاء الله العجميه دي ممكن تعملوها تاكلوا منها اطفالكم، مغذيه جدا لان مليئه يعني بالمواد كلها. القيمه ذات معذره يا حبايب قلبي، مليئه بالمواد القيمة الغذائية كلها العالية. سمنة وسكر وعسل نحل ودقيق. لو عندك مثلا حد رفيع ما بيتخنش ممكن تاكليه منها، جميلة قوي. اهو يا حبايب قلبي العجمية بتاعتي بعد ما بردت امسكها كده اسمي بسم الله اكورها كده بايديا لحد ما تديني الشكل الكورة دي. افضل اكور كده فيها كويس
وهبدأ كده ايه ارصها هنا معاكم في الطبق اهو زي ما انتم شايفين كده منظرها. وادي يا حبايب قلبي بعد ما خلصت تقوير العجمية بتاعتي بالمنظر ده، يبقى انا كده قدمت معاكم طبق العجمية القمر الجميل دوت لعمايل كحك، مناسبات افراح اي حاجة بقى. لو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب من مطبخ رانيا. كنت اول مرة بتشاهديني في القناة، دمتم في حفظ الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.